بالله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ اهلا ومرحبا بكم في قناة اسرار شيرين. اولا قبل ما نبدأ الموضوع بتاعنا، انا اسفة جدا لتأخير فيديوهاتي، لاني والله اكيد ظروف طارئة غصب عني هي اللي بتمنعني عنكم. فتأكدوا مادام انا متأخرة في فيديوهاتي اكيد عندي ظروف طارئة. دي اول حاجة حبيت اقولها لكم يعني. تاني حاجة، آه بشكركم جدا لكل تعليقاتكم الجميلة اللي انتوا علقتوها لي، الجميلة، اللي لايقة صراحة لايقة بيكم، يعني انتوا ناس جميلة فأكيد بتكتبوا كلام جميل طالع منكم. أشكركم جدا عليه. يلا بقى نبتدي الموضوع بتاعنا. وهو في مشكلة عند واحدة حبيبتنا في القناة معانا، صاحبتنا، وهي بتعرض مشكلتها، وصراحة يعني سألتني كذا مرة عن حل مشكلة للي عندها، وهي صراحة مش مشكلة ولا حاجة، دي حاجة يعني جميلة وظريفة جدا. هي يعني أنا مش معتبراها مشكلة ولا حاجة، بس برضو نتكلم وناخد رأي بعض، وهي عايزة رأيي، فبالنسبة لرأيي أنا هقول. فبالنسبة لوجهة نظر أنا هقولها لك بكل صراحة، ويا رب تستفيدي منها شيء يعني. وهي مشكلتها بتتكلم عن اللي هي متسامحة زيادة عن اللزوم. حتى أقرب الناس ليها زوجها برضو بيجي عليها وبرضو بتسامحه، أصدقائها برضو بيجوا عليها وبتسامحهم، وديت عاملة لها أزمة نفسية. أول حاجة عايزة أقولك يا حبيبة قلبي، الموضوع مش مستاهل، ولا تزعلي ولا تتعبي نفسيا ولا الكلام ده كله، لان انا خايفة عليكي ان برضو لو تعبتي نفسيتك في حاجة بسيطة زي ديت، بعد كده جسدك هيتأثر، بعد الشر عنك يعني. فانا عايزاكي تاخدي الموضوع سلس وبكل بساطة، يعني ما فيش مشكلة خالص، ان شاء الله خير. اول حاجة لازم أن تعرفي كويس جدا ان التسامح دوت يعني عطية من ربنا، عطية عظيمة جدا. التسامح دوت ربنا وهبه لقلة قليلة من الناس. والتسامح دوت درجة من أعلى درجات الصبر. وإني قال الله تعالى: والقاظمين الغيظ والعافين عن الناس. مين هم المتسامحين؟ فاوعي تندمي أبدا اللي انت فيك صفة جميلة ربنا وهبها لك، بالعكس تحاولي على قد ما تقدري تحافظي عليها. طب لو حاجة زي كده تعبت لي نفسيتي ومش قادرة اللي انا احافظ عليها، بحس بإهانة، بحس بتعب نفسي، بحس اللي انا باجي على نفسي كتير، بحس اللي انا بكتم في نفسي واتضايق وابكي وازعل، لا، هو انا تسامح وكل شيء، بس التسامح برضو ليه درجات، ومش مع اي حد. ازاي؟ يلا نعرف مع بعض ازاي. اولا، سوري عشان ولادي حواليا، يعني انا اسفه. انا اسفه يعني عشان ولادي حواليا، فممكن بيفصلوني شويه يعني. اولا، هنقسم الناس لمجموعتين. ازاي؟ اول مجموعه وهي مجموعه صله الرحم، اللي هي والدك، والدتك، زوجك، اولادك، دي اول مجموعه. تاني مجموعه وهم الاقارب والمعارف والأصدقاء، وأيا كان بقى، صحبة هوائية، أي حد يعني عموما تعرفيه أو اختلطتي معاه في الكلام، أو أي كلام من ده يعني. أسفة حبيبة قلبي. طيب أول مجموعة نتكلم عنها إزاي برضو علشان التسامح اللي جواه زيادة دوت ما يروحش مني أو أفقده، لأنها ميزة كويسة قلتلك. هعمل إيه؟ انا لو جوزي جه عليا، ولا والدتي، ولا والدي، ولا حد من اولادي، لازما هقعد معاهم واتكلم وافهمهم: انت جيت عليا في كذا، انت ضغطت عليا في كذا، انت اهنتني في كلمة كذا. لازم اقعد معاهم وافهمهم، وبرضه هفضل متسامحة معاهم على قد ما اقدر.
لاني ما ينفعش، لان احنا بنقول صلة الرحم اقرب الناس ليا، اقارب من الدرجة الاولى، ما ينفعش مقاطعة، ما ينفعش اخسرهم، فهماني؟ فلازم برضه هتسامح معاهم وهقعد معاهم وافهمهم طبيعتي، وافهمهم بزعل من ايه وما ازعلش من ايه وما اتكسفش وما اتحركش، لان هي ديت اللي هيريحك. لازم تواجهي، لازم تواجهي، حتى لو اقربك اوكي واجهيهم بس بحدود. طيب، ديت اول حاجة. سواء جوزك بيجي عليكي زي ما انت قلتي، شفت تعليق ليكي حبيبتي برضه قايلاه بس انا قريته مؤخرا، يعني زي ما بقولك كده، مع جوزك هتقعدي معاه وتقولي له اللي بيزعلني منك كذا وما تعملش كذا وانا بتضايق من كذا وما تجيش عليا بكذا، لاني انا بزعل وبتضايق ونفسيتي بتتعب من حاجة زي كده. خلاص. وبرضو لو ما استجوبش معاكي برضو وفضل يضايق فيكي، قوليلي برضو وهقولك حل ان شاء الله باذن الله. ثانيا بقى نيجي للوجه الاخر او القسم التاني او النوع التاني من الناس، وهما المعارف. المعارف يشملوا اللي هم الأقارب من بعيد أو الجيران أو أصدقائك أو ناس عرفتيهم مؤخرا، يعني ما فيش اختلاط حصل بينكم، يا دوبك كلام وبرضو ضغطوا عليكي برضو وجرحوكي وبرضو سامحتيهم. بصي يا حبيبتي، زي ما بنقول التسامح ميزة عظيمة جدا، بس في نفس الوقت لازم نعرف حاجة مهمة جدا، ان التسامح برضو بدرجات، والتسامح مش لأي حد. ما ينفعش حد يجي يهني من بعيد وسامحه، ما ينفعش. ما ينفعش حد يجي يهني من معارف، ما ينفعش حد جارتي تيجي تهني، ما ينفعش صديقة تيجي تهني نهائي مهما حصل، ما ينفعش. ده مش اسمه تسامح بقى، لا، حاجة تانية. لا، اما انت مبسوطة بالتسامح اللي انت فيه بقى، اللي انت ضحية، سوري ما تزعليش مني، انا اسفة، لا ما ينفعش. هنعمل ايه بقى؟ احنا خلاص عرفنا موضوع الاهل والاقارب، مش هتكلم فيه. هنتكلم بقى، وهو الحاجة اللي دايما تضايق وتزعل قوي، واكيد نفسيتك هي اللي بتتعب منها، وانا متأكدة اكتر حاجة لما يكون صديق او حد من بعيد هو دوت اللي ممكن يضايقك وبرضه بتسامحيه. للأسف للأسف ان في شعوبنا هنا، يعني شعوبنا العربية تقريبا، يعني مش من وجهة نظري انا، يعني اللي هم دايما آه بيحسوا او بيفهموا ان الانسان مش بيفهموا، يعني مش بيفهموا دايما الانسان المتسامح بطبيعته او بفطرته هو كده ربنا خلقه، لا، بيفهموا دايما المتسامح ده يعني انسان جبان، انسان خايف، انسان مش بيعرف يرد، انسان يعني ما باليد حيلة، مش عارف يعمل حاجة مهما ضغطنا عليه ومهما جرحنا فيه. للأسف هو دوت تفكير الشعوب العربية. طيب، احنا بقى بما اني بقى تفكير شعوبنا العربية كده، لا، لازما نقف قدام الصعوبات. ازاي؟ واحدة مثلا جرحتني او واحدة حطاني في دماغها ومصممة تضايقني كل شوية، اول حاجة هبعد عنها، ستوب، هقف بقى واقفة مع نفسي، واقف كده قوية الشخصية واقول ستوب، ما ينفعش حد يهني. لاني تأكدي ان لو حد تخطى وتعدى حدوده في المعاملة اللي هو يهينك، ده انسان اكيد مش بيحبك، فلازما تبعدي على طول. خلاص. طب لو انتي بعدتي، انتي اول مرة سامحتيه لان طبيعتك الفطرية هي المسامحة، اوكي سامحتي اول مرة، تاني مرة هتبعدي، التالتة هتردي. ايوه ممكن حد يختلف معايا، بس انا من وجهة نظري التالتة هتقفي وهتعملي ستوب هتردي الإساءة بالإساءة، الجرح بالجرح، المضايقة بالمضايقة. خلاص. يعني مثلا يعني انا حصل لي، انا بالنسبه لي بعمل كده، يعني انا بحكي لك، عايزه تعرفي وجهه نظري، انا هحكي لك وجهه نظري، يعني مش هضحك عليكي ولا همثل قدامك مثلا، او اللي انا طيبه او اللي انا الكلام من ده كله. انا طيبه وانا مسامحه جدا على فكره، وسبب اللي خلاني اتكلم معاكي في الموضوع دوت اني فعلا حسيت مسني كده في قلبي بحاجه، لاني فعلا انا مش بحب اقول على نفسي حاجة، ولكن فعلا انا حاسة بيكي جدا، لاني برضو انا فيا
صفة التسامح ديت شديدة شوية عندي برضو. بس انا بقى الفرق بيني وبينك ان انا لما بحط دماغي على المخدة انا بنسى الناس كلها. يعني ده يمكن ده انت تعب لك نفسيتك، لا انا مش تعب لي نفسيتي. انا لما بحط دماغي على المخدة فعلا فعلا وربي يشهد ان انا بنسى اي اساءة من حد، وبنسى اي حد ضايقني واي حد زعلني. خلاص ده انتهى، موقف وحصل، عرفت ارد واصد فيه اوكي، معرفتش خلاص بنسى الموضوع انساه خالص، ارميه ورا ظهري، لان هيتعب لي نفسيتي وهيدمر لي جسمي لا ليه؟ انا ليا بيت وليا اولاد محتاجيني وليا زوج ما ينفعش اخاف على نفسي، ما عادش هخاف عليكي، لازم أن تخافي على نفسك. فعايزه اقول لك حاجه مهمه، اني لو صديق او كلام من ده، سوري، اسفه، ابني بيفصل الموبايل ومثبتني جنبه. كان الاذان قدم ففصلنا الفيديو. فحبيبه قلبي، عايزه اقولك انتي ما تزعليش ولا تضايقي نفسك، بالعكس انتي لازم تبقي واثقه في نفسك، اللي انتي فيكي صفه عظيمه جدا ربنا وهبها فيكي، جميله. حاولي دايما تحافظي عليها على قد ما تقدري، ولكن اللي يخسرني اخسره، بالبلدي كده اللي يبيعنا بيعه. يعني اللي ما يحافظش على شعوري، اللي ما يخافش عليا، اللي ما يخافش على كلامه وهو بيتكلم معايا، لا سوري، ابيعه واخسره، وكمان ابقى انا الكسبانه. وعايزه اقول لك حاجه تاني، أه ما تندميش، لاني برضو اكيد 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 عايزاكي تتاكدي ان ثوابك في الاخره عظيم جدا ومتعان ومحفوظ لك، وهتاخديه وهتاخدي حقك تالت ومتلت. آه وربنا يهدينا يا رب كلنا جميعا، ويهدي لك الحال ويصلح لك الحال يا رب، كلنا اللهم امين. مش عايزاكي تزعلي ولا تضايقي نفسك، ومش عايزاكي برضو تيجي على نفسك، لان احنا بشر، فاكيد اكيد غصب عننا بيطلع مننا حاجات، غصب عننا. اكيد بيحصل معايا مواقف كتير كتير، في ناس بتطلعني عن شعوري، في ناس بتخليني يعني ما اقولكيش ابقى مش انا، مش ريهان اللي قدامك، لا لا، واحدة تانية خالص، بتطلع من جوايا حاجة كده، انا ببقى متضايقة بعد كده اللي انا عملت كده، بس في نفس الوقت مستريحة اللي انا وقفت البني ادم ده عند حده، او جرحته زي ما بيجرحني بالظبط. وفي الاخر وفي الاول دايما عايزه كلمه ما تطلعش من، يعني عايزه كلمه ما تنساهاش، زي ما بيقولوا كده حطيها حلقه في ودنك، كلمه ما تنساهاش، دايما افتكريها. وهو دايما اي حد يظلمك، اي حد يجي عليكي ظلم، اي حد يجرحك، هي كلمه ببقك حسبي الله ونعم الوكيل. دي طبعا يعني ملخص، يعني دي احسن من اي حاجه انا بقولها، حسبي الله ونعم الوكيل، بس كده. أه لو اي حد عايز يسألني اي سؤال او ياخد رأيي في اي شيء، اتفضلوا اكتبولي في الكومنتات، انا تحت امركم. بس اعذروني لتأخير الفيديوهات، والله غصب عني، ظروف طارئة فعلا. أم... ايه تاني؟ في حاجة تاني؟ في حاجة تاني؟ خلاص كده، يا رب يعجبكم الفيديو. كنتم مع قناة اسرار شيري، شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.